الإشكالية الكبرى في الابتزاز العاطفي إنه بيقضي على العلاقات. من كتر التهديد بالتخلي أنت بتعلمني أستغنى عنك وأبدأ خلاص أتوقع أعيش من غيرك. من كتر القمص والنكد عشان ينفذ اللي في بالي تقوى عند صاحبي عضلة الخصام ويتعود هو كمان بالأسبوع ما يكلمنيش. وعلماء النفس قسموا الابتزاز العاطفي ل3 أنواع اختصروها في كلمة فج: فير وأوبليجيشن وجلت. انك تستخدم الفير استخدام التخويف، انك انت تحصل على اللي قدامك حاجة مش من حقك، انك تخوفه انك انت هتسيبه او مش هتكلمه او مش هتدعمه. او الاوبليجيشن انك تقنع اللي قدامك بالتزام معين هو مش مطلوب منه، مش فرض عليه، وتلومه انه مش بيعمله. فج FOG، والجي الاخيرة الجلد، انك انت تشعر اللي قدامك بالذنب انه ما تصرفش تصرف معين اصلا مش من حقك انك تطلب منه التصرف ده، مش من حقك تطلب منه التنازل ده، مش من حقك تحمله فوق طاقته، ولما ما يقدرش تحسسه بالجلد بالذنب FOG، انك انت تخوفه او تحسسه بالتزام مش من حقك عليه، او انك انت تحسسه بالذنب. دول ال3 أنواع للابتزاز العاطفي، البلطجة العاطفية.